فدي مش خطر على وطننا، وده اللي يهمنا في المساله. اما ان الاخوان يبقوا حلوين يبقوا وحشين، في النهايه ده جزء من الوطن، لا نريد له انه الا ان يبقى جيد ومفيد، هو زيه زي بقيه. هل يا فندم هو جزء سياسي ولا هو جزء ديني؟ لا، هو جزء سياسي طبعا بالدرجه الاولى، وهو الانفصال بين السياسي والديني دي قصه يعني ما. لا ما اقصد، ما مش القصد في المسائل، يعني انا عايز اقول الاخوان المسلمين تحولت الى يعني تنظيم سياسي بالدرجه الاولى في الفتره العشر سنين، وده اللي الواحد كان ضده، مش لانه غلط انه يبقى كده، لا خلاص انت عاوز تبقى تنظيم سياسي تبقى تنظيم سياسي، عاوز تبقى تنظيم دعوي، وده اللي انا دعيت اليه وكتبته من 2007 يا جماعه افصلوا العمل الحزبي عن العمل الدعوي. عاوزين تبقوا حزب وتمارسوا السياسه وتنافسوا على الحكم وماله، مش عيب حقكم، لكن ربط هذا بالدين خطر على الدين وخطر على الوطن. تمام. فده يعني لكن احنا الان بنحاول نستبدل الحزبي والحزب والديني بالحزب والوطني، نفس السعار نفس الحدود. ايه ده؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش انا في العمل الحزبي والسياسي اذا كنت انا راجل وطني يبقى كل اللي معايا وطنيين وكل اللي ضدي خونه وغير وطنيين. ما ينفعش لو انا راجل بتاع دعوه ودين واسلام مسيح ولا غيره يبقى اللي معايا دول ناس مسلمين ومسيحيين حلوين، واللي ضد دول كفره وزنادقه وسيدخلون جهنم داخلين. حضرتك ايه رايك في النظام؟ هذا البكش والفهلوه لا تضار بالاوطان.